على بالي باللي راني روطار شويه، بصح اليوم راح نشارك معاكم كيفاش جوزت العيد تاعي بكل تفاصيله من ليله العيد حتى اجمل خرجه ربيعيه. ما تنساوش تكملوا لا فيديو حتى التالي باسكو فيه مقاطع بزاف بزاف شابين. واللي راهم متابعيني حبيبات الغاليات الزينات تاعي راهم عارفين باللي طلعت لا فيديو في ليله العيد، وهذه هي التكمله تاعو. وهنايا وريت لكم شويه لقطات من الفيديو اللي فات والفيديو هذا. وما تنساوش ثاني حبيبات الغاليات الزينات تاعي اللايك والاشتراك ليصلكم كل جديد. وهنايا كانت الوحدة الصباح وانا كنت مازال ما وجدت والو، كنت غير كيما فرشت الصالو ورايحه نديكوري ونخرجت كامل السنيوات، جبت كامل الحلوى ديالنا ورايحه نوجد الطاوله تاعنا. وما حبيت نقوي عليكم الهضره ورايحين كامل تشوفوا واش درت في العيد في هذا لا فيديو. وهذه هي احلى حاجه عندي في العيد، كنت متشوقه بزاف باش نوجد طاوله العيد. وبعد تجهيز الطاولة رايحة نوريكم روتيني للعناية بالبشرة وسيل نظافة وجهي. يعني واحد الايام كان وجهي بزاف معمر بالحب وكان شاحب، فوالا شريت هذا الباك تاع حليب الماعز، بزاف نفعني البشرة تاعي وبزاف هايل، والبشرة تاعك تبقى ناعمة ومرطبة. هذا الباك نستعمله قبل المقشر، بعدها الغسول، ونزيدو القناع ونزيدو المرطب، واللي يستعملوا اكثر من شهر وداوموا عليه اللي يكون فيه ليطاش يروحوا كامل. وهنايا كنت شريت حاجات للعيد كانوا خاصيني، حاجات بسيطة بس عجبوني بزاف وحبيت نشاركها معكم. وهنايا ما كاش كيفاش يجي العيد وما نصنعوش مقشر الجسم، وبزاف تعجبني هذه الطريقة تاع التقشير وهايل، والمكونات تاعو بزاف بسيطة. وعندنا عندنا مكونين اساسيين ما نقدروش ما نديروهمش في هذا المقشر، واللي هو السكر والمايزينا. ابخي درت الكركه ديال المطحونه، درت المرطبات كامل اللي كانوا عندي وخلطهم بجل دوش. يا البنات يعطيكم واحد النعومه في جسمكم بزاف هايله، وفي واحد الرائحه بزاف بزاف هايله، سورتو اذا استخدمتوا هذا جل دوش بنكهه الفراوله. ابخي جيت نوريكم لي زيكسيسوار تاعي اللي كنت كومونديتهم. راح نبدأ يومي بروتين خفيف، بداية يوم جديد ويوم العيد. وهنايا راح نقول لكم صحة عيدكم وكل عام وأنتم بألف ألف خير، ينعاد عليكم إن شاء الله بالصحة وله. أجمل صوت عندي وهو صوت تكبيرات العيد، يعني ما كاش كيفاش يفوت نهار العيد وما نسمعوش التكبيرات. ما كنت راقدة بكري ونضت بكري بزاف. ابخي ما نضت جيت اول حاجه درتها بروسة سناني، ابخي غسلت وجهي بالغسول اللي درت لكم عليه في ليله العيد. ابخي ما شربت قهوتي جيت هنايا باش نوريكم ماما واش راهي دير. كانت دير لنا في الكسكس للعيد، وجا واحد الطعام وواحد البنه فيه ما نحكي لكمش، بنه العيد. شاهدكم في الجنه حبيباتي الغاليات. ابخي جيت نوريكم تجهيزات العيد والفقرة المفضلة عندي وعند كامل البنات. اول حاجة بديت بيها ليسي شعري،
خليته حتى الصباح وكنت قصيته على هكا. كان قصير بزاف يعني بالخف نص ساعه كنت كملته. بعدها جيت نوريكم الاوتفيت تاعي تاع العيد. شريت ان غوب مزيه اللي كان الكتان تاعها دافي وحتى شريت اون فيست باسكو جا بارد بزاف هذا العيد. هكذا كان الاوتفيت تاعي ان غوب نوار اي فيست بلون صباط دومي طالون في نوار. هكذا كنت نسقت الملابس دياولي، يعني ما نحبش بزاف الالوان وما نحبش قوس قزح. هكذا ما يبانوش ملاح. دوك شويه نوريه لكم ملبوسي. وانا هنايا كنقلع الحسين عندي وكنت كومونديت هذا الخمار من حسن الحظ ما جانيش مع حوايجي باسكو ما شفتوش على عيني. كومونديتو من الانستغرام. انا بغيت البلون نوار مي هو لا كان قري ونوار بصح ديباني تروحي به. ابخي ما لبست وكملت ووريت لكم ملابس العيد. ان شاء الله نتمنى يعجبكم. ووريت لكم طاوله العيد وهنايا خرجنا باش نعيدوا الكامل لا فامي ديالنا. وفي كل دار ندخلوها نلقاو حلويات العيد بكل اشكال وانواع. ابخي ما رجعنا للدار ديت باش نوريلكم مع بيتي اللي خيطتها. اعطوني رايكم في التعليقات وقولوا لي اذا عجبتكم، وقولوا لي نتوما ثاني واش لبستوا واش ملبستوش. اذا تخرجوا انا دائما نهار الاول نحب نخرج مع الصباح باسكو بنت العيد دائما تجي مع الصباح. وهكذا كنت لبست عبايتي وجدت روحي باسكو دائما مع المقيل يجوا عندنا اضياف. وهنايا ماما ربي يحفظها دارت لنا كسكس جزائري بامتياز. كانت وجدت لنا الفطور، رحنا فطرنا ودرنا التقيله الاسطوريه اللي كامل العائلات الجزائريه يديروها. ابخي ما فطنت بغيت نصور لكم هكذا قهوه العشيه مي لقيت عندنا ضياف وما قدرتش نصور لكم، وكنت مقلقه باش نخرج مع البنات كيما العاده وكيما كل عام. على هكذا تخطيت هذيك المرحله وما صورتها لكمش، وجيت ديريكت صورت لكم كي خرجنا ريحنا شويه ودرنا اجواء بزاف. ورحنا نحوسوا على كاش بيتزيريا مفتوح بالسيف باش لقينا، وجينا هنايا باش نتعشى. هنايا كنا كوموندينا وكنا نقرعوا حبينا هكذا نديروا شويه لي ترند. واخيرا كان جابلنا انا خيرت بيتزا وكاين اللي خير ساندويتش، يعني كل واحد وش خير. وهنايا ما كاش كيفاش يجي العيد وما نروحوش نباتوا عند جداتي. ابخي غير وصلت رحت بدلت ولبست البيجامه ديالي، جمعنا شويه وعاودنا رقدنا باسكو كنا عيانين. عندكم كيما هكا روتيني الليلي. عاودت غسلت وجهي بهذا الغسول بزاف هايل ونحالي كامل الميك اب ودرت هذا المرطب. ابخي رقدنا ونضنا وجيت باش نوريكم العصافير. والله غير عجبوني بزاف كيفاش كانوا يلعبوا، قلت ما كاش كيفاش ما نصورهمش وما نحطهمش في لا فيديو. حتى هما عجبهم الحال وعجبهم الربيع تاع هذا العام جا وحده. والفرحه الكبيره انه ما كناش رايحين نقعدوا في الدار وكنا رايحين عند خالتي،
وهذه خالتي بزاف عندها واحد المناظر طبيعية وخلابة يا البنات، تحسوا بواحد الاجواء ما نحكي لكمش. رايحه اخليكم مع موسيقى وانتم رايحين تشوفوا وتعطوني واش رايكم في التعليقات.